ده سامسونج A14 الجديد اللي جاي عشان يكون تحديث لموبايل سامسونج A13 عشان ينضم لسلسلة ال A اللي موجودة في الفئة الاقتصادية. وسلسلة ال A من سامسونج لها شعبية كبيرة جدا في مصر وطبعا في بعض البلدان التانية، لأنها بتقدم مواصفات كويسة بموبايلات جاية من شركة كبيرة وبتنافس إلى حد ما. سامسونج A14 بيجي بنسختين، الأولى 64 مع 4 رام بسعر 4800 جنيه، والتانية 128 مع 4 رام بسعر 5200 جنيه مصري. في فيديو النهاردة إن شاء الله جاي أقول لك كل حاجة عن الموبايل وهل يستحق إنك تشتريه ولا لأ. بس قبل أي حاجة، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وتزود كمان عدد المشتركين بإنك تشترك في القناة. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد مع سامسونج A14 4G. واول حاجه بنبدا بيها دايما هي التصميم. سامسونج A14 بيجي بتصميم بسيط وسهل، وده اللي بيخليه جذاب وشيك، وده عشان سامسونج عاملاه بتصميم شبه موبايلاتهم الرائده الفلاج شيب، والابرز والاوضح شكل الكاميرات. بس طبعا اكيد في تنازلات، لان الخامات اللي بيجي بينها الموبايل بلاستيك بالكامل، وده طبيعي في الفئه دي، ولكن هتلاقي ملمس الاطار يحسسك ان الموبايل ده بيجي بخامات افخم من كده. كمان الاطار منحني بشكل بسيط عشان يبقى مريح في الايد بجانب وزن الموبايل المتوسط اللي بيجي 200 جرام، مع ابعاد طبعا هتظهر لك على الشاشه دلوقتي بسمك تخين شويه 9.1 ملم. الظهر في الموبايل مط وشكله جميل مع خطوط بالطول كده عشان تدي معاك انعكاسات في الضوء وتخلي الموبايل شكله اشيك، وكمان تحافظ عليه من الخدوش بقدر الامكان. شكل الكاميرا الثلاثيه بالرصه دي عامل شبه سلسله الاس 23، بتخلي شكل الموبايل مميز عن المنافسين عشان هو اشبه بالموبايلات الرائده من سامسونج. التصميم ككل سهل وممتاز زي ما قلت لك، ولو معاك الموبايل ممكن حد يظن انه موبايل فلاج شيب، مع العلم ان الموبايل بيجي في الفئه المتوسطه او ممكن نقول في الفئه الاقتصاديه، لان الاسعار دلوقتي بقت مش طبيعيه. لو شفت الاطار من اليمين هتلاقي زرار التحكم في الصوت، وتحتهم زرار الباور المدمج فيه البصمه اللي بتشتغل بكل كفاءه. اما بقى في الاطار من الشمال مش هتلاقي غير منفذ الشريحه اللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال وميموري خارجي في نفس الوقت، ودي ميزه في الموبايل. من تحت بقى هتلاقي من اليمين للشمال السماعه الخارجيه اللي بتيجي بصوت احادي مش ستيريو، وده طبيعي في الفئه دي، وبعدها منفذ الشحن التايب سي والمايك الخارجي، واخيرا منفذ 3.5 ملم عشان سماعات الهاند فري اللي طبعا مش هتبقى معانا موجوده في العلبه. اتكلمنا عن التصميم اللي انا شايفه من وجهه نظري انه شيك جدا وممتاز، واحب انك تقول لي رايك فيه في التعليقات. ومن هنا ننتقل للنقطه الثانيه معانا وهي الشاشه. سامسونج A14 بيجي بشاشه مسطحه بشكل النوتش التقليدي بحجم 6.6 انش من نوع PLS LCD بجوده فول اتش دي بلس بدقه 2408 في 1080 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 400 بكسل لكل انش. طبعا ما بيجيش اي حمايه على الشاشه او سكرين حتى. الشاشه تقليديه جدا من سامسونج، وده ممكن نقول عليه طبيعي في الفئه دي، بس سامسونج المفروض ان هي احسن شركه بتعمل شاشات. اللي مش عاجبني في الشاشه دي ان هي بتيجي بحواف جانبيه كبيره وحافه سفليه اكبر بشكل مزعج جدا. الشاشه الوانها جميله وحيويه ومريحه جدا واعتماديه بشكل كبير بتردد 60 هرتز عادي. نقطه الشاشه في الموبايل دي ما فيهاش كلام كتير، لان الشاشه بامكانيات محدوده، وعلى الرغم من كده مناسبه جدا للموبايل في الفئه دي وهتعجبك. ننتقل بقى للنقطه الثالثه معانا وهي الاداء ما اتغيرش عن النسخه السابقه اللي هي سامسونج A13، لان الموبايل بيجي بنفس المعالج اللي كان موجود فيها بكل اسف، اللي هو اكسينوس 850 بتكنولوجيا 8 نانومتر مع معالج رسومي للالعاب مالي G52. وهنا مش هتلاقي تطوير عن السابق، وللاسف الموبايل مش هيقدم لك اداء قوي في الالعاب، لكنه هيقدم لك سوفت وير مستقر وشغال معاك كويس في التطبيقات اللي انت بتستخدمها بشكل يومي. يعني الموبايل ده موجه للاستخدام اليومي العادي زي التصفح والتنقل بين التطبيقات ومشاهده الفيديوهات وغيرها، وبرضه هيشتغل معاك العاب كويس، لكن مش هتاخد منه الاداء اللي انت عايزه، وده لان المعالج قديم وضعيف. هتلاقي معانا ميزه في نقطه الاداء، وهي ان الموبايل بيجي باحدث واجهه من سامسونج وهي One UI كور 5 مع اندرويد 13. وعلى ذكر الواجهه والاندرويد، فالموبايل بيدعم المستشعرات زي التسارع والتقارب والبوصله. الموبايل بيجي بمنفذ 3.5 ملم عشان سماعات الهاند فري، والصوت طبعا في الموبايل احادي مش ستيريو. ننتقل بقى للنقطه الرابعه معانا وهي الكاميرات. سامسونج A14 بيجي بكاميرا اماميه بدقه 13 ميجا بفتحه عدسه f2.0، وبيجي بكاميرا خلفيه ثلاثيه، الاولى الاساسيه بدقه 50 ميجا بفتحه عدسه f1.8، والثانيه الخاصه بالتصوير الواسع بدقه 5 ميجا بفتحه عدسه f2.2. اما الثالثه معانا الخاصه بتصوير الماكرو بدقه 2 ميجا بفتحه عدسه f2.4. كل ده بيجي مع فلاش ليد احادي. الموبايل بيدعم تصوير فيديوهات بجوده فول اتش دي بدقه 1080 بمعدل 30 اطار في الثانيه
كمان هتلاقي ميكروفون خاص بالعزل، ودي من ضمن المميزات في الموبايل. وجود الموبايل ده في الفئة الاقتصادية بيخليك تحس ان الكاميرا مش هتبقى احسن حاجة، لكن الموضوع هنا كان ناجح جدا لان الكاميرا بتقدم صور ممتازة بجودة عالية. بس طبعا اهم حاجة واهم نصيحة بحب اقولها في كل فيديو، لما تيجي تصور باي موبايل خليك في اضاءة عالية، لان الاضاءة القليلة بتأثر طبعا على جودة الصورة. الموبايل لا يزال بيقدم صور كويسة من حيث العزل والدقة ومعالجة الالوان، وتصوير الماكرو كان على عكس المتوقع، هتلاقيه كويس جدا جدا وبيديك تفاصيل كتير. سامسونج A14 بيصور فيديوهات زي ما قلت لك بدقة 1080، واهم ميزة فيه المايك الخاص بالعزل ده عشان يساعد على تحسين الصوت عشان تاخد في النهاية فيديو كويس لأبعد حد. لذلك الخلاصة في النقطة دي، لو التصوير في إضاءة مش كويسة مش هتاخد أحسن حاجة، لكن لو في إضاءة عالية هتلاقي الكاميرا كويسة ومرضية بشكل كبير، وده واضح معانا في عينات التصوير اللي تقدر تحكم عليها بنفسك هي جودتها حلوة ولا لا. ننتقل بقى للنقطة الخامسة والأخيرة معانا، وهي البطارية والشحن. سامسونج A14 بيجي ببطارية ضخمة 5000 ملي أمبير بتقعد معاك اليوم وزيادة، وطبعا النقطة دي مفيش عليها أي مشكلة. كمان بيدعم الشحن بقدرة 15 واط، وطبعا ده شحن بطيء جدا، ويمكن ده من ضمن عيوب الموبايل ان هم بيقدموا لك شاحن قديم مش احسن حاجة. زايد كمان على الرغم من انه قديم او الموبايل بيدعم شاحن بطيء، الا انك مش هتلاقي الشاحن ده اصلا موجود معاك في العلبة. كل اللي هتلاقيه في العلبة هو سلك الشحن اللي بيجي من نوع تايب سي بس. دي كانت كل حاجة عن سامسونج A14. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك اعمل اشتراك في القناة وما تنساش اللايك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. شكرا على المشاهدة، وشكرا 37,000 مشترك. مع السلامة.